هل ريبوت بنتين فعلا اوحش من المسلسل الاصلي؟ ده السؤال اللي سألته لنفسي من كام اسبوع، ولاني زي ما قلت في الفيديو اللي فات انا مشوفتش من الريبوت غير اول كام حلقة من الموسم الاول. وطبعا بعد القرف اللي شفته في اول الموسم انا والناس كلها وقفنا نتفرج واعتبرنا انه بنتين ريبوت هو اكبر جريمة عملتها كارتون نتورك من ساعة ما اتعملت. وعشان اكون صريح ده صح على الاقل في الموسم الاول، لكن الموسم الثاني من الريبوت فاجئني، وهو ده سبب اني قعدت اكتر من 180 ساعة عشان اعمل فيديو اجاوب فيه على السؤال ده. وعشان كده هاتلك حاجة تاكلها واستمتع باكتر فيديو أخد مني وقت لحد دلوقتي: مقارنة الموسم الثاني من بنتين الريبوت ضد بنتين الأصلي. وهنبتدي المقارنة بالقصة. القصة في بنتين ريبوت والأصلي بتكمل بعد أول هجوم كبير لفيلجاكس في الموسم الأول، وبتبتدي في المسلسل الأصلي بحلقة بيظهر فيها البن فضائي جديد، والفضاء الجديد ده هو ايوه انا عارف انتوا مصدومين زي انه بن اخد كانون بول في الموسم الثاني من المسلسل الاصلي، مش من تاني او تالت حلقة في المسلسل كله. وعشان كده انا بشوف الاتنين في نفس الوقت عشان اعرف اقارن ما بينهم، وفي نفس الوقت عشان اعرف واخيرا اشوف المسلسل الاصلي بالترتيب. المهم بن بيبدأ في الحلقة يتعلم عن قدرات الفضاء الجديد، وانه مش مجرد كورة بتتدحرج وخلاص. دي بداية الموسم، وبالرغم من انه المسلسل قصته قوية الا انه الحلقات مش مربوطة ببعض بشكل مباشر. لو شفتوا الحلقات بالترتيب هتلاحظوا انه في تنوع في القصص والاشرار والافكار اللي في كل حلقة. يعني في مثلا حلقة بيكون بطلها بالكامل الجد ماكس، هو اللي بيطارد الهدف وهو اللي بيقاتل بفضل بدلة البلامرز، وبين مجرد شخص بيساعده في الحلقة. حتى جوين لها حلقتها الخاصة. ده غير انه الاشرار فيهم تنوع، مفيش حلقتين بيظهر فيهم نفس الشرير غير كيفن، وده لان كيفن هو شرير الموسم ده مش فيلجاكس بيظهر بس في اخر حلقة، وكيفن هو الاساس المرة دي. وده بيدي تنوع في القصة وحتى في الافكار بعكس الريبوت بتبتدي فيه قصة الموسم بأن بن بيكتشف أن الفضائيين بتوعه بتزيد قدرتهم بالقدرة الكهربائية الجديدة اللي اكتسبها من الفضاء الجديد اللي اسمه شوكراك، واللي مش بس يعتبر فضاء جديد بحد ذاته، بل كمان بيطور قدرات كل الفضائيين، واللي في البداية بيكون مفيد بس بعدين بتحس الكتاب نسيوا الموضوع، نادرا جدا ما بيستخدموا القدرة. ومن ناحية القصة فهي ماشية بنفس النمط، شرير بيجي بين بيهزمه وخلاص، ولكنها بتحاول تبان انها ماشية ناحية هدف واضح، وهو ان احنا نكتشف مين شوكروك الفضاء الجديد، وليه اختفى ابجريد من الساعة، وليه فيلجاكس خايف او قلقان من شوكروك وحذر بين كذا مرة من استخدامه. القصة مش وحشة، بس ده لو كانت ممتدة على 15 او 20 حلقة، ولكن الموسم مكون من 40 حلقة، 10 بس اللي بيركزوا على أساس القصة، وال30 الباقيين مش بيحركوها قوي، بيكون فيهم تلميحات بسيطة من وقت للتاني، ولكنهم مش بيحركوا القصة بأي شكل من الأشكال، ولكنهم مش مملين زي الجزء الأول. لسه مدة الحلقة صغيرة جدا على إنه الأكشن والقتالات تاخد راحتها، ولكنها بقيت أمتع من الجزء الأول، وده ليه أسباب كتير، منها اوكي الاشرار في الاصل هيكونوا احسن من الريبوت. في الاصل الاشرار بتوعنا هم هيكس، فيلجاكس ودكتور انيمو، كلهم ليهم حلقتهم وكلهم ليهم هدفهم. حتى فريق زومبوزو اللي كانوا مع زومبوزو ليهم حلقة خاصة بيهم. كل شرير بياخد حقه زيادة في حلقته، وكم حلقة تاني فيها اشرار جداد زي الفضاء الضخم اللي جاي عشان فعليا ياكل الارض من جوه ويسيبها تنفجر ويروح على الكوكب اللي بعده عشان يعمل نفس الحكاية، او الفطر المرعب ده اللي كان عايز ينتشر في كل الكوكب ويقضي على كل الكائنات الحية عشان ياكلها، واللي بالمناسبة دي أول حلقة يتحول بين فيها الوايلد فاين، واللي كنت ناسي إنه كان موجود في الأصلي. بصراحة كانت مفاجأة حلوة. المهم إن كل دول أشرار ليهم حلقتهم، واللي بتدي حماس ووزن لكل حلقة، واللي بالمناسبة طريقة هزيمتهم مش بالسهولة أو البساطة اللي أنت متخيلها، مش بوكسين وخلاص أو تفجير هنا وهناك وخلاص. في بعض الأحيان هزيمة الوحوش مش بتتطلب فضائي أصلا، واللي بتخليك مش متوقع الحلقة هتنتهي إزاي أو إيه حل المشكلة اللي هم فيها. كل ده غير طبعا أهم شرير فيهم الموسم ده، وهو كيفن هو أكتر شخص من الأشرار دول بيظهر في الموسم، وهو الوحيد اللي بيمثل أكبر خطر على بين وعيلته طول الموسم، لأنه بقى بيستخدم قدرات بين ضده. من الآخر كيفن لوحده كان سبب كافي إنه الموسم ده يكون خرافي.
في الريبوت الوضع مختلف في الأشرار، في تغييرات كبيرة عن الموسم الأول، وأولها إنه الأشرار الجداد في الريبوت قل ظهورهم جدا، وده كويس لأن الأشرار الجداد بلا أي معنى حقيقي. حتى الكتاب مش عارفين أهداف الأشرار دول، فخلوا ليهم تقريبا ظهور واحد بس لمعظم الأشرار في الموسم كله، ما عدا ستيم سمايت واللي ليه تقريبا 3 حلقات أو أكتر، واللي هو شيء ممل جدا لأنه أسخف شرير نزل في كل الأشرار الجداد وأتفهم فكرته غبية وهدفه غبي، وحتى الحلقات اللي هو فيها غبية. واحد من أسوأ الحاجات اللي في المسلسل، اللي برأيي لو اتحلت هتخلي المسلسل أحسن، لأن كل ما قللوا ظهور الأشرار الجداد كل ما كان أحسن، لأن كلهم بلا استثناء بلا أي معنى. واضح إنه حتى الكتاب لاحظوا ده، عشان كده قللوا ظهورهم وبدلوه بظهور أكتر للأشرار الأصليين زي زومبوزو، هيكس، فيلجاكس، دكتور أنيمو، الأشرار القدام. بس للأسف مفيش عامل المفاجأة أو الغموض اللي في الأصلي، لأن مفيش أشرار بيظهروا مرة واحدة وبيتهزموا مرة واحدة زي الأصلي، زي الفطر مثلا. ومفيش برضه شرير واضح هنقابله في النهاية قدامنا، لأن فيلجاكس بيظهر كتير وبيتم معاملته على إنه شرير عادي، وبيظهر في كذا حلقة، حلقاته حلوة وشخصيته اللي تعتبر أقوى شخصية في كل الأشرار، ولكن مش أحسن تعامل مع فيلجاكس. لسه طبعا في شخص شرير بيظهر في آخر الموسم وبيحاربوا بين على مدار 4 حلقات تقريبا، وبنكتشف حاجات كتير عنه، بس مش بيبنوا له بناء كويس، يعني بيخلوه نوعا ما مفاجأة في الآخر، واللي هو بيقتل كل الهيبة والحماس اللي بيكونوا للشرير ده، لأن احنا بنبني ليه من قبلها. وده سبب ان احنا كنا عارفين انه فيلجاكس موجود في المسلسل الأصلي من أول حلقة، عشان نفضل مترقبين اللحظة اللي هيتقابلوا فيها هما الاتنين. لكن انك تخلي الشرير الأهم في المسلسل أو اللي هتقابله في الحلقة الأخيرة ده مفاجأة، مش شيء كويس للقصة، لأن احنا مش بنبني الحاجة واضحة، يعني بيظهر من العدم بالنسبة لينا. المهم اللي عايز أقوله إن الأشرار أحسن من الموسم اللي فات، لكن لسه مش بجودة الأصلي، واللي أكيد كان عنده كمان أكشن أحسن. شوفوا، هو الأكشن أكيد هيكون أحسن في القديم، وأظن صعب في الريبوت يعملوا أكشن أحسن لأسباب كتير، منها الأنيميشن واللي معمول بشكل أبسط بكتير في الريبوت من الأصلي، والتصاميم بتاعة الانفجارات والتكسير، حتى حركة الكاميرا والطريقة اللي كان فيها الضرب زمان بيتنفذ. يعني لما حيطة بتتكسر في أنيميشن زمان كانت بتحسسك بوزن وحجم وقوة الضربة. الريبوت مش بيعمل كده، بالعكس في بعض الأحيان بحسه بيخفف من قوة الضربة والتكسير. بس في حاجات كمان ممكن تساعد الأكشن في الريبوت زي مدة الحلقة. في بعض الأحيان الأكشن بيكون حلو ومتعوب عليه، خصوصا لو كان الشرير اكتسب قوة إضافية أو بيقدموا شرير جديد لأول مرة، ولكن الوقت مش بيسمح للأكشن إنه ياخد وقته ويزيد حماسه. بين لو اتضرب ضربة جامدة مش بيقعد دقيقة واحدة على الأرض، بل بيقوم على طول يقاتل وكأنه ما ترماش عليه باص من شوية، لمجرد إنه مفيش وقت بين يعمل أي حاجة غير إنه يهزم الشرير. لو زودوا وقت الحلقة وقللوا عدد الحلقات هيدوا وقت للأشرار إنهم يظهروا قوتهم أكتر، ويدوا وقت البن إنه يهزمهم بشكل حماسي أكتر. ولكن المسلسلين عملوا حاجة الموسم ده، وهي إنهم اشتغلوا على الشخصيات بشكل أكبر، حسنوها في المسلسلين. وخلونا نبتدي في الريبوت. الريبوت زي ما قلت كانت كل شخصياته ضعيفة جدا قدام القديم، ولكن واضح إنه الكتاب أخدوا بالهم. على الأقل في نص الموسم بدأ الوضع يتحسن شوية. على سبيل المثال في بداية الموسم الجد ماكس كان مجرد أوبر بيظهر في أول الحلقة يقول جملة أو 2 ويختفي بعدها، وبعدها يرجع تاني في آخر الحلقة عشان ياخدهم معاه للمكان اللي بعده. وكمان كان واضح جدا في الموسم الأول قد إيه هو مش مهتم ببن ولا جوين، وغالبا هم بيواجهوا الأشرار لوحدهم، وعشان كده في نص الموسم فجأة بقى بيساعد بن وجوين، وبدأ يقول شعارات زي لازم نفضل مع بعض، والكلام اللي كان المفروض يحصل من الأول، مش إنه يسيب بن وجوين يتعاملوا مع هيكس لوحدهم وهو فعليا نايم أو بيشوي أو بيهبب أي حاجة ملهاش أي معنى. ومن غير ما أكذب، الحلقات اللي فيها الجد ماكس مفيد بتحسن المسلسل، لأنه مش شخصية ثانوية، هو شخصية مهمة وأساسية في المسلسل. لا تزال جوين الجديدة أحسن بالنسبة لي من الأصلية. الأصلية بترفع ضغطي طريقة كلامها مع اللي حواليها، وأظن الكتاب لاحظوا ده، لأن جوين في الموسم الجديد اتغيرت شوية، خففوا حدتها الموسم ده، لكن لسه صرختها بترفع ضغطي. بس بصراحة مش مبوظة المسلسل عليا، لأن كفاية رهابة ماكس في المسلسل القديم. ماكس القديم كان أسطورة بجد، بل كمان ممكن يكون أقوى من بن في بعض الحلقات، خصوصا في الحلقة اللي كان هو بطلها. أيوة، في حلقة بالكامل زي ما قلت للجد ماكس في الموسم ده. بصراحة الحلقة دي هي أحسن حلقة عندي في الموسم كله، بتضيف طبقات وغموض لشخصية مهمة في المسلسل. هو شخصيتي المفضلة في الكرتون الأصلي. حاجة تضحك إنه شخصيتي المفضلة في الأصلي هو ماكس
في الريبوت هي جوين. بن لسبب ما مش عارف احس انه شخصيتي المفضلة لا في الريبوت ولا في الاصلي، يمكن عشان هما الاتنين بيتصرفوا بغباء وتخلف وانا بكره الغباء، ممكن يكون ده السبب. بس ده جزء اساسي من المسلسل، ان بن يتطور في موضوع البطولة ده بالتدريج، واللي الاتنين ماشيين فيه كويس. وللعلم مفيش فرق كبير ما بين الاتنين، يمكن بن هو الشخصية الوحيدة اللي ما لعبوش فيها في الريبوت او ما غيروش طريقة تصرفها وطريقة تفكيرها زي ما عملوا في باقي الشخصيات. المهم ان كل الشخصيات في المسلسلين بدأت تتحسن، وده كويس لان اهم حاجة في المسلسل ده هي الشخصيات. كده انا خلصت مقارنة ما بين الاتنين، ولكن دلوقتي خلونا نتكلم في الحاجات اللي ممكن يعملوها او يغيروها عشان يخلوا الريبوت احسن، او على الاقل يبقى مقبول بشكل نسبي. واحد، الاشرار لازم يكونوا اقوى شوية، لازم يبينوا قوتهم اكتر، على الاقل بتدمير بعض الحاجات اللي في الشارع، لان الاشرار قوتهم نوعا ما ضعيفة في الريبوت. اتنين، يخلونا نعرف ماضي ماكس حتى لو هيغيروا فيه، لانه جزء مهم من المسلسل. هما لمحوا انه ماكس عنده معرفة بالفضائيين وتعامل مع حاجات خطر قبل كده، ولكن لحد دلوقتي ما استكشفناش اي حاجة عنه. ومهم برضو انهم يخلوه موجود اكتر في الحلقات، لان ده مهم للمسلسل ككل. تلاتة، يقللوا عدد الحلقات، لان 40 حلقة 25 حلقة منهم ملهمش اي لازمة، ده كتير. وكمان 10 دقايق وقت قليل جدا عشان تعمل فيه اي حاجة، فلازم يزودوا وقت الحلقة ويقللوا عددهم. أربعة، لازم يحسسونا اكتر بالفرق بين فضائيين بن، لانك بتحس انه اي فضائي من فضائيين بن حتى جراي ماتر كان ممكن ينجح في المهمة، فلازم يبدأوا يستغلوا قدراتهم بشكل ابداعي اكتر ويبرز الفرق ما بين كل فضائي والتاني. خمسة، ليه كيفن ما ظهرش لحد دلوقتي؟ كيفن شخصية مهمة، ليه لحد دلوقتي ما ظهرش؟ نفسي اعرف. سبعة، يخلوا الشرير اللي هيظهر في اخر حلقة في اخر الموسم معروف لينا عشان نبقى عارفين احنا متوجهين ناحية نهاية عاملة ازاي، مش يخلوه مفاجأة زي ما عملوا الموسم. طبعا الاصلي خرافي زي ما هو، كل حاجة في الموسم ده عجبتني، الشخصيات، الاشرار، الاكشن، القصة، كله 10 من 10. واظن ده احد اسباب ليه احنا نادرا ما بتعجبنا حاجة دلوقتي، لان احنا اتعودنا على اعلى مستويات في كل حاجة، على الفخامة، فطبيعي انه الريبوتات الرخيصة بشكل عام ما تعجبناش. لكن مش هكدب عليكم، انا استمتعت بكم حلقة من الريبوت، بدأ يتحسن، ولو استمر في انه يتحسن في الموسم الجاي غالبا هيكون مقبول، لسه مش زي الاصلي لكنه هيكون مقبول بشكل نسبي. دلوقتي لو كان عندكم تعليق على اي حاجة قلتها اكتبوه تحت، لاني بشوف كل تعليقاتكم وبرد على اكبر عدد منهم. ولو عجبكم الفيديو هيكون شيء اسطوري لو حطيتوا لايك واشتركتوا في القناة، ولو عايزين تشوفوا فيديو تاني شوفوا الفيديو ده.